السلام عليكم واهلا بكم. في كلام كتير ان قناة السويس هتتضرب اقتصاديا او بمعنى تاني هيكون ليها بديل. مصر هتفعل محور الشام الجديد. المشروع ده والمحور ده تحديدا مهم جدا بالنسبة لنا. ده مشروع هيربط بين 3 دول، هيربط بين مصر والاردن والعراق، وهيكون له استخداماته الاقتصادية المهمة جدا. تعال ندردش مع بعض ونعرف ايه القصة بشكل اوضح. ايه هو المشروع والدول دي هتستفيد منه ازاي، ويا ترى ال3 دول المشاركين فيه هم بس اللي هيستفيدوا منه ولا هيعود بالنفع على الدول المجاورة كمان؟ كل ده هنعرفه سوا مع بعض. تابعنا للنهاية بعد ما تجهز كوباية شاي مظبوطة عشان تكون على مستوى الكلام. انتوا دلوقتي في المراية واخوكم محمد فرج يحييكم. ايه هو مشروع محور الشام؟ المشروع ده عبارة عن تعاون اقتصادي وسياسي كبير جدا بين الأردن ومصر والعراق، ويعتبر بداية خير اقتصاديا للدول ال3 بشكل كبير. مشروع محور الشام أقدر أقول لك إنه هيدخل لمصر مليارات الدولارات، كمان هيكون شامل عمل وإنشاء خط أنابيب نقل النفط من العراق لمصر. مصر شغالة في إعمار العراق بنظام مقابل النفط من العراق لمصر، يعني تديني نفط أديك إعمار. ده غير ان المشروع هيساعد على وجود طرق وسكك حديدية هتربط بين الدول ال3، وهيكون سبب في التبادل التجاري بين ال3 دول بنسبة 50% زيادة. ومن المتوقع ان حجم التجارة بين مصر والعراق والأردن هيزيد في 2030 لحوالي مليار دولار في السنة. عايز اقول لك ان في 2014 البنك الدولي كان مرحب بفكرة المشروع جدا، لكن كان الوضع بشكل أوسع، لأنها ما كانتش هتكون مقتصرة على ضم ال3 دول بس، لا، كانت هتضم دول تانية للمشروع، واللي كان من ضمنهم فلسطين وسوريا ولبنان وتركيا، لكن دي هتكون عايزة مساحة كبيرة جدا. مشروع الشام الجديد بيركز على التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين الدول ال3 من غير أي عوائق، خصوصا ان ال3 دول محتاجين المشروع جدا، وانه له 3 أسس رئيسية، وهو الغاز الطبيعي والكهرباء والبترول اللي العراق بتتميز بيه طبعا. الموقع الجغرافي اللي عند الأردن ده ميزة حلوة. العراق هتبدأ إنها تدي مصر والأردن البترول بسعر 16 دولار بس للبرميل الواحد، وده يعتبر سعر تنافسي في وسط الاسعار دلوقتي. العراق هتاخد من مصر الطاقه الكهربائيه، كمان مصر عايزه انها تزود من انتاجيه الطاقه اللي عندها، لانها زي ما قلنا قبل كده بتخطط عشان تكون مركز اقليمي لتصدير الطاقه الكهربائيه لاوروبا والافريقيا. محور الشام بيمنح مصر فرصه تصدير الكهرباء. عايز اقول لك ان المشروع شجع مصر ان هي توقع اتفاقيه بمليار يورو عشان تمد خطوط كهربائيه مع قبرص عن طريق البحر، وبقت بالفعل مركز رئيسي لنقل الطاقه الكهربائيه من مصر لدول اوروبيه كتيره جدا. المشروع والاتفاقيه دي مهمة جدا، هتفتح باب لتوقيع اتفاقيات كتير. مصر وقعت اتفاقية توصيل الطاقة الكهربائية لليبيا وفلسطين وزيادة قدرات الربط بينهم عن طريق الأردن، وكل ده بأسعار تنافسية جدا. كمان المشروع هيكون ليه أهمية كبيرة جدا بالنسبة لموقع الأردن الجغرافي، وهيكون محور الخط الكهربي في شبه الجزيرة العربية، واللي عن طريقه مصر هتوصل الكهرباء اليوم والأكثر من دولة زي سوريا ولبنان كمان، وده من الخليج لدول العراق. كمان مصر بتفكر ان هي تصدر للبحرين والكويت وغيرهم من الدول، وكده فعلا بكل اللي قلته لك مصر هتقدر تحقق حلمها مع الأردن والعراق وتكون مركز إقليمي للطاقة. كمان المشروع ده هيوفر للعراق فرصة في إنها تحقق اكتفائها الذاتي من الطاقة الكهربائية، وهتقدر إنها تحل أزمتها في انقطاع الكهرباء واللي بيسبب لها مشاكل سياسية كتيرة جدا. وبالنسبة للأردن فهتقدر إن هي تكون موقع استراتيجي مهم جدا في المنطقة وتحقق استقرار آمن للطاقة في المنطقة كلها. أمريكا مع ولا ضد مشروع الشام؟ مشروع زي ده هيفيد الكل. طبيعي يجي سؤال هنا، هو أمريكا هتسيبهم كده؟ وإيه هو موقفها من المشروع؟ عايز أقول لك وزي ما احنا متعودين إن المشاريع الدولية كلها قايمة على المصلحة. مصلحة أمريكا من مشروع الشام ده هو إنها تضرب إيران وتقدر إنها تضغط عليها اقتصاديا، لأن العراق بتستورد الكهرباء من إيران،
في المقابل إيران بتفرض شروط على العراق، ومن أهمها إن العراق تخفض التعرفة الجمركية على السلع الإيرانية، وإنها تلغي الرقابة على الصادرات الإيرانية، وده بيزود من حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران، ودي حاجة بتضايق أمريكا جدا. عشان تقدر إنها تحل الموضوع ده لازم إنها توفر كهرباء للعراق تخليها تقدر تستغنى عن الكهرباء الإيرانية، وبدأت بالفعل إنها تنفذ خططها في التخلص من التبادل التجاري الإيراني مع العراق. حاولت إنها توفر للعراق الكهرباء باتفاقية مجلس التعاون الخليجي عشان تقدر إنها تنقل الكهرباء من الكويت لميناء الفاو في جنوب العراق، وبكده تقدر إنها توصل احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من غير ما تحتاج لإيران. ركز كمان أمريكا بتدعم اتفاقية العراق والسعودية لأنها تستثمر جوه العراق بهدف استخراج الغاز وتوليد الطاقة الكهربائية. مصر بالفعل بتصدر الطاقة لفلسطين وليبيا والأردن بأحسن الأسعار، وبكده هيكون كله كسبان من المشروع. والولايات المتحدة هتستغل الفرصة في إنها تضيق الخناق على إيران اقتصاديا. أظن عرفت دلوقتي هي ليه موافقة على المشروع ده وبتدعمه وبتدعم العراق في إن هي تقدر تستورد الطاقة الكهربائية. المهم عندهم لا العراق ولا غيرها، كل المهم إنها هتستغل أي فرصة في التضييق على إيران. نرجع بقى لموضوعنا ونشوف مشروع الشام اللي له علاقة بخط الخليج العربي البحر المتوسط. الخط ده هيكون من مدينة العقبة الأردنية لحد مدينة حيفا الفلسطينية، هيعدي على الأراضي الأردنية والسعودية وفلسطين، ومن المتوقع أن الخط ده يخلص في 2026. هيتم استخدامه في نقل البضائع والأشخاص بين الأردن والسعودية وفلسطين. الخط ده بقى هيقابل محور وخط الشام الجديد في مدينة العقبة الأردنية، وده هيساعد في تعزيز التعاون الاقتصادي بشكل ملحوظ، وهيسمح لنقل البضائع البحرية. ومن المتوقع السنين اللي جاية انهم يزودوا من حجم التجارة بين الدول ل10 مليار دولار سنويا. يعني وزي ما قلنا ان المشروع مهم جدا لاقتصاد 3 دول وغيرهم من الدول المجاورة، ده غير الاستثمارات الأجنبية اللي المشروع ده هيزودها. ومن ضمن الفرص الاقتصادية اللي هيوفرها محور الشام الجديد والخط السعودي هو إمكانية تصدير النفط العراقي والغاز الأردني لعدد كبير من الدول. نيجي للنقطة المهمة، هو المشروع ده فعلا هيكون بديل لقناة السويس؟ الإجابة لا، هو هيكون تنافس وهيدعم قناة السويس، لأنه مشروع متمتع بمزايا كتيرة جدا هتخليه خيار جاذب للشركات اللي هتكون عايزة تنقل بين بضاعتها بين مصر والأردن والعراق، لكن هو مش بديل لقناة السويس خالص. الخلاصة إن مشروع الشام ده مهم جدا وهيفيد الاقتصاد جدا. الجانب العراقي قال إن البلاد عايزة تستلهم التجربة المصرية، كمان شايفين إنه هيخلق بيئة اقتصادية حقيقية وهيخلي مصر تتحول لمركز إقليمي للطاقة وتكرير الغاز والبترول وإعادة تصديره تاني. كمان هيخلي مصر رائدة في مجال إعادة الإعمار، في مجال الصحة والتعليم ومجالات تانية كتير. باختصار أقدر أقول لك إن المشروع اللي أنا مسميه المثلث الذهبي العربي الجديد هيكون ليه دور رائد في التنمية الاقتصادية وهيخلق مناخ جديد للتنمية المستدامة على المدى القريب. أنا شايف كده، أنت شايف إيه يا ريس؟ قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة، متنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، ولو بتشوفنا لأول مرة اعمل سبسكرايب وما تنسناش في الدعم والشير. السلام عليكم ونشوفكم دايما على ألف خير.